الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات في سوريا وكل مكان، مرحبا. دائما توجه أصابع الاتهام إلى الإدارة الذاتية الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية على أنها خاضعة تحت سطوة وسلطة حزب العمال الكردستاني بزعامة جميل بايك في جبال قنديل وعبد الله وجلان في جزيرة إمبرالي. لكن كل التفاصيل الموجودة في الإدارة الذاتية الديمقراطية وفي قوات سوريا الديمقراطية تنفي بشكل قاطع ومبرم هذه الاتهامات، وتقول أنه اتهامات عارية عن الصحة. هذه الاتهامات مصدرها الدولة التركية والإعلام التركي والإعلام القطري والإعلام الخنفشاري المعادي للكرد والمعادي للقضية الكردية والمعادي لحزب العمال الكردستاني إلى آخر هذه المتوالية من التبريرات الممجوجة والسخيفة والتافهة. لكن عندما يكون هنالك دليل يؤكد هذه الاتهامات وتصبح الإدارة الذاتية الديمقراطية وقوات قسد مضبوطة وبالجرم المشهود ومن الإعلام القسدي ومن إعلام حزب العمال الكردستاني، لا إعلام قطري لا إعلام تركي لا إعلام معادي هذا الكلام. عندما يكون هنالك أدلة دامغة واضحة على هذا الشيء، على يعني يتحول الموضوع إلى أنه مش اتهام. المسألة مش يعني مع وجود البرهان والدليل ما عاد هنالك اتهام، هنالك ضبط بالجرم المشهود، جرم التبعية، تبعية حزب الاتحاد الديمقراطي، قوات سوريا الديمقراطية، الإدارة الذاتية، كل هذه التفاصيل تبعيتها لحزب العمال الكردستاني. عندما هذه الإدارة ونخبها ومسؤوليها بعد كل النفي وبعد العجز عن الاستمرار والمضي في التبرير، ماذا يقولون؟ صحيح، النظام السوري أيضا ليس مستقلا وتابع لإيران. المعارضة السورية أيضا ليست مستقلة وتابعة لتركيا. كل التفاصيل ما في الاستقلالية في منطقة الشرق الأوسط أو في سوريا. طيب من البداية احكوا وقولوا نعم، كونوا جريئين وواضحين وصريحين. نعم، انتم من شو عم تخافوا؟ مما تخافون إذا تأكد وتثبت ارتباطكم العضوي والتنظيمي الوثيق مع حزب العمال الكردستاني. أنتم من شو خايفين؟ ليش ما بتعترفوا من البداية أنه نعم، نحن شأننا شأن كل القوى الموجودة في المنطقة. لدينا التزام مش بس عقائدي، ايديولوجي، فكري، فلسفي، مثل ما بيقول صالح مسلم ويعني زبالة الإعلام اللي في حزب العمال الكردستاني وبيعرفوا بعض منيح. انه المسألة لا، يعني الموضوع لا يتعدى كونه الإعجاب والإيمان الفكري والعقائدي بفلسفة وأيديولوجية وأفكار عبد الله أوجلان النيرة العظيمة المهم الكل شيء. أما تبعية تنظيمية لا، نحن مستقلون ولدينا قراراتنا المستقلة، نحن فقط فكريا
أيديولوجيا وعقائديا ملتزمون بهذه الطريقة من الحل اللي بيشوفه عبد الله أوجلان مناسبة لحل القضية الكردية وحل قضايا المنطقة والعالم بأسره. هذا التبرير اللي بيحكوه. في هذا الفيديو سأحاول أن يعني أثبت لكم زيف وبطلان هذا الادعاء، يعني ادعاء الالتزام والتبعية الفكرية، أنه لا، الموضوع يتجاوز ذلك، والموضوع أنه هو بالفعل تبعية تنظيمية، وأصلا كل الزبالة اللي بتشوفوها على السوشيال ميديا والإعلام الرسمي لحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي وقزهد ومسد وقناة اليوم ونورث بريس وكل هالتفاصيل هي يعني خاضعة لاعتبارات تنظيمية. العصب الأمني والاقتصادي والعسكري في هذه الإدارة وتفرعاتها وأذرع الأخطبوطية اللي تصل إلى أوروبا وتصل إلى بلجيكا وإلى ألمانيا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه التفاصيل خاضعة لأمر وبوصلة حزب العمال الكردستاني قولا واحدا. وهذا مش كلام، يعني ما سآتي على الحديث حوله ليس مصدري وكالة الأناضول ولا الإعلام القطري ولا الإعلام السعودي ولا الإعلام المجلس الوطني الكردي ولا إعلام كردستان العراق، لا، هو إعلام حزب الاتحاد الديمقراطي، إعلام الإدارة الذاتية الديمقراطية الخنفشارية الكاذبة، اللي حتى هذه اللحظة تكذب على الرأي العام في أوروبا. يعني المسؤولين الأوروبيين اللي بس بقليل من التحري، بقليل من المتابعة والتقصي، رح يعرفوا أنه كل هدلون الموجودين في أوروبا هن عبارة عن أزلام وموظفين يعملون في لصالح حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا على قوائم المنظمات الإرهابية في أوروبا وأمريكا. ليس فقط يعني هذا الأمر، إنما موضوع آخر يتعلق يعني بما سأنشره أو سأبرزه لكم في هذا الفيديو، يعني يتعلق بهذا الموضوع، موضوع العلاقة التنظيمية والعدوية بين قسد وحزب العمال الكردستاني. لا، إنما الموضوع أيضا يتعدى ذلك إلى جرائم الحرب، تجنيد الأطفال، تجنيد الأطفال، ومش بس الأطفال الكرد، حتى الأطفال العرب، الأطفال يعني يتفاخر مسؤولو قسد وإعلامي قسد بأنه قوات سوريا الديمقراطية هي مزيج، والمكون العربي والمكون التركماني والمكون السرياني. كل هذه التفاصيل يتبجح بها هؤلاء، لكن يتضح لنا وطبعا هي زلة وسقطة إعلامية من إعلام حزب الاتحاد الديمقراطي وإعلام حزب العمال الكردستاني. هذه السقطة الإعلامية تؤكد أنه لا، هنالك تجنيد للأطفال، مهما حاول هذا الإعلام يعني التكتم أو إخفاء مواليد المقاتلين. هنالك يعني ثغرات وهفوات يسقطون فيها، يعني توقعهم في شر أعمالهم، وسآتي حول هذا الأمر يعني في سياق التعليق على الفيديو الذي ستشاهدونه الآن. مقصدي أنه موضوع الحلقة نقطتين أساسيتين: ضبط الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية بالجرم المشهود على أنه هي وممول بشري
لحزب العمال الكردستاني، ويرفض حزب العمال الكردستاني بالمقاتلين، عدا عن أنه الإدارة الذاتية تمول هذا الحزب اقتصاديا أيضا، يعني بجردة حساب بسيطة من الأوروبيين بإمكانهم، يعني إذا وضعوا أيديهم على مصادر التمويل، مصادر البترول، مصادر الغاز، في الإدارة الذاتية الديمقراطية، بيكونوا بيقطعوا على حزب العمال الكردستاني الاستفادة، أو يعني بيقطعوا على الإدارة الذاتية وقوات قصد لعب دور الممول الاقتصادي لحزب العمال الكردستاني. لكن الأوروبيين حاليا ما بيساووا هذا، ربما يساووا السلوك لاحقا في هذا الموضوع، بمعنى أنه حزب العمال الكردستاني يستخدم ويوظف الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية كجبهة خلفية وكمصنع لتفريخ أو لتصدير أو لاستيراد المقاتلين من المناطق السورية، وفي الشمال السوري الكردية منها والعربية. لكي لا أطيل حول هذا الموضوع، إلى الفيديو الأول. ناوي الخلف، خبات تركمان من منطقة الرقة. تعرفت على الحزب بمناطق تل أبيض، منطقة حمام التركمان. طلعنا من مناطق الرقة، كان في داعش بمناطقنا، طلعنا من مناطق حمام التركمان، وهيك تعرفت على الحزب هناك. الشهيد خابات تركمان من مواليد 2000، وعاش معنا بالبيئة اللي كانت موجودة والفصائل اللي عدت بشكل عام. نزحنا على حمام التركمان بال2016. هنا بلشت مسيرته مع قوات سوريا الديمقراطية. تم انضمامه إلى قوات سوريا الديمقراطية بال2016 بالضبط، وشارك بعدة قوات متنوعة، يعني منها ياسر الجوخدار ووسيم الملة وأسماء معروفة يعني. لغاية 2018 أنا انعزلت، صرت بالطبقة، ولحقني الشهيد خابات على الطبقة. ومن الطبقة من غاد خلص أداة خدمته الأولى وانتهى، فقرر إنه يستقر عندي بالطبقة. انتسب لقوى الأمن الداخلي معابر الطبقة بال2018. استمر على معابر الطبقة بما يقارب سنة، أقل من سنة، بال2019 أو آخر 18. ترشح لدورة تدريبية، دورة إدارة، فأخذ رأي الشهيد إنه كذا كذا، اقترح علي الهافال إنه أمشي، فشنو رأيك؟ فأنا كان زاد مقترح دورة إدارة، فقلت له أيدته بالفكرة إنه أنا ماشي وأنت امشي، تان نخضع للدورة ونخلص ونرجع. فمشى الدورة اللي على أساس 2.5 شهر، وأنا خلصت دورتي ورجعت، وهو راح بالدورة وما رجعنا شفناه. فسمعنا من رفاقه من إدارته السابقة يعني إنه تأهل لدورة كادر،
ومن الدورة بلش يترفع شوي شوي ويطور من نفسه يعني. ولكن منطقة غير منطقة ما حدا يعني أدلانا بأي معلومة. ولبين ما اجانا خبر من الرفاق انه يعني الحمد لله نال الشهادة وعلى رتبة. اخ شهيد اول شيء يعني هو هذا موقع وكالة هوار نيوز. هذه الوكالة يفترض بأنها معنية بالشمال السوري والإدارة الذاتية الديمقراطية، ويعني وكالة أنباء مخصصة لهذا الشأن بمراجعة المواد المنشورة في هذه الوكالة بأقسامها الكردي والعربي والأقسام الموجودة فيها. سنرى وسيتضح لنا بأنه هي مهتمة وتركز اهتمامها الإعلامي على هذه المنطقة، لكنها هي المعادل السوري لوكالة فرات نيوز. طبعا الأساس هي وكالة فرات نيوز، لأنه فرات نيوز هي وكالة الأنباء التابعة لحزب العمال الكردستاني. هوار نيوز أيضا هي تابعة لحزب العمال الكردستاني، لكن مع بعض الفروق الطفيفة جدا يعني التي يمكن ملاحظتها. يعني الأخبار الموجودة في الوكالتين تكاد تكون يعني نسخ طبق الأصل، تكاد تكون مش نسخ طبق الأصل، سواء في السياق وفي العناوين وفي التحرير وفي الصور وكل المسائل هي كلها. يعني شيء بيشبه جريدة الثورة وجريدة البعث وتشرين، ما فيها الفروق النوعية على صعيد الخدمة الإعلامية. مقصدي أنه هذه الوكالة التي يفترض بها أن التركيز على الشأن الكردي السوري تنشر بيانات وأخبار قوات الدفاع الشعبي الكردستاني، هي طبعا الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، هابجا أو HPG. هالقوات هي نشرت بيانا وأعلنت فيه يعني في 21 نيسان 2024 يعني عن فقدان أحد مقاتليها لحياته أو استشهاد أحد المقاتلين يعني اسمه الحركي خبات تركمان. هذا المقاتل فقد حياته في 23 آذار. البيان صدر في 21 نيسان، و يعني حادثة فقدان المقاتل لحياته في 23 آذار، يعني في غضون شهر ما بين حادثة الوفاة أو الاستشهاد وما بين الإعلان، شهر يعني في منطقة زاب بكردستان العراق. عادي يعني هنالك اشتباكات ما بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي في كردستان العراق، لكن خبات تركمان، مين هن خبات تركمان؟ يعني من هذا خبات تركمان؟ هو من منطقة الرقة، اسمه الحركي كما ذكرت لكم خبات تركمان، اسمه الحقيقي محمد حناوي خلف. مكان الولادة الرقة. طبعا حزب العمال الكردستاني لم يذكر ضمن البيانات مكان الولادة، لكنه ذكر مكان الولادة أو تاريخ الولادة، عفوا ذكر مكان الولادة الرقة، لكن لم يذكر تاريخ الولادة، تفاصيل يعني في تاريخ الولادة. لكن في السياق وراح تشوفوا يعني تاريخ ولادة هذا المقاتل سنة 2000، وهو انتسب إلى وفق التقارير اللي انتم راح تشوفوا الروابط أسفل الفيديو، انه انتسب الى قسد في 2016 في عمر 16 سنة، وخاض المعارك
وبعد ما صار يعني في 18 سنة في 2018 تم ترحيله إلى كردستان العراق. وأنت يعني في 2019 2018 بهالحدود يعني صار في ضمن حزب العمال من قسد إلى حزب العمال الكردستاني. وفي 2014 في عمر 24 سنة هذا المقاتل اللي من أب عربي ومن أم تركمانية فقد حياته في منطقة الزاب في كردستان العراق بحسب مصادر حزب العمال الكردستاني وكالة آه، هوار نيوز. كيف يعني عرفت انه هذا المقاتل يعني مواليد، رغم انه التقرير الاعلامي لم يذكر، البيان لم يذكر المواليد. شقيق طبعا هنالك تقرير آخر والد ووالدة المقاتل يتحدثان باللغة العربية عن ابنهما، وشقيقه تحدث، لكن أثناء الحديث المونتير المسؤول عن المونتاج لم يحذف أنه مواليد 2000. طبعا حذف المونتير المواليد في حديث المقاتل خبات نفسه، لما بيحكي انه انا خبات انا خبات تركمان من مواليد الرقة سنة كذا، حذف في الفيديو راح تشوفوه. لكن عندما يتحدث شقيق محمد حناوي خلف او خبات تركمان، لما يتحدث شقيقه يذكر أنه سنة 2000. وبناء على هذا الفيديو وبناء على هذا التوثيق، إذن هذا المقاتل انتسب إلى قسد في عمر 16 سنة، ودخل وخاض المعارك في هذا السن. ومذكور يعني في حتى في التقرير أنه 2017 كان ضمن المعارك معارك تحرير رقة وتل أبيض، يعني في عمر 17 سنة داخل قسد كان مسلح ويقاتل في الجبهات. بعدين في 2018 2019 تم ترحيله إلى كردستان العراق إلى حزب العمال الكردستاني، وهناك فقد حياته بحسب البيان في 23 آذار 2024. لنتابع هذا الفيديو. اسمي الحركي خبات تركمان. اسمي بين المجتمع محمد حناوي الخلف. محل وتاريخ الولادة الرقة. عائلة يعني بتشتغل، يعني عائلة ما من الطبقة مثلا الغنية، أما مثلا كانت الذهنية الشيء الموجود بين المجتمع كان فيها التأثير على العائلة من اتجاه خط المرأة، من اتجاه مثلا شغلتين التأثير هذا كان موجود، من تأثير الرأسمالية والشغلتين كانت موجودة على العائلة. يعني كانت عائلة من هالاتجاهات هي كانت شوي متشددة، يعني من اتجاه المرأة من هالاتجاهات، يعني العائلة كانت متشددة شوي، كان في تعصبات كان موجود بين العائلة. يعني كبرت بهالوضع، تربيت وكبرت يعني بهالوضع بين هيك عائلة. يعني كان في يعني مشاكل بين العائلة، وعلى الأساس مثلا تربيت كان في شوية يعني مشاكل بين العائلة. أما هالمشاكل كان فيها بعد ما طلعنا ب2016 انضميت للحركة، انضميت للرفاق. يعني بعد انضمامي للرفاق تميت فترة بمناطق تل أبيض، بهالمناطق تميت فترة لحتى 2018.
حتى 2018. بعد 2018 طلعت اجى فرزي، طلعت من مناطق تل أبيض، رحت لمكان تاني، لمناطق أمن الحدود. يعني تميت مناطق أمن الحدود حتى 2019 عند رفيق، يعني كنت أشتغل. بعد 2019 طلعت على المقاتلين الجدد بكوباني. بعد المقاتلين الجدد اجى فرزي بنفس الأكاديمية تميت كطاقم قمتاني، يعني قائد فصيلة. أخذت محلي تقريبا 1.5 سنة بهالمجال. بعد 1.5 سنة من شغلي بين المقاتلين الجدد، يعني اجى فرزي على أكاديمية الشهيد علي زعرب. يعني تميت تقريبا الأكاديمية كاملة 4 شهور 5. بعد ما خلصت الأكاديمية كان اقتراحي موجود، كنت كاتب تقرير وبعته. مثلا من بداية تأثيري بين الرفاق، بداية انضمامي، يعني أنا كرفيق عربي، يعني مثلا في 22 دولة عربية مثلا. أما لما كانوا الأطفال، لما كان مثلا الشعب تحت ظلم داعش، تحت ظلم فاشية النظام السوري، مثلا ما كان حدا يحكي شي، على أساس 22 دولة، وعلى أساس العرب، على أساس إنه 22 دولة. أما لما شفنا مثلا لما شفنا حركة الحرية، كان الرفاق يتقدموا، يعني مثلا كان ما كان لهم أهداف، ما كان لهم أهداف شخصية، أهداف السلب الناب، ما كان هالشي موجود عندهم. كان هدفهم بس إنه يحرروا الشعب، بس إنه يشيلوا الظلم. يعني هذا الهدف اللي كان عندهم. بهالطريقة مثلا كان له تأثير كتير علي. مثلا بعدين شوي بعد ما تعرفت على فكر وفلسفة مثل القائد، مثلا صرنا نقرأ أكتر، صرنا نفهم أكتر مثلا القائد إيش. يعني إنسان ما يقدر يقول إنه قدرنا نفهم إيش هو مثلا، إيش القائد يطلب منا، إيش هي فلسفة القائد. أما نقدر نقول إنه عم نحاول نفهم، مثلا نقدر نقول هالشي. بعد هالشي مثلا صار عندي التفكير أكتر. مثلا صرت حاب إني أتقدم أكتر. بالتقريري عطيته للرفاق. بالبداية ما كانوا مثلا رفاق حابين يبعتوني. لما الرفاق بعتولي الرد، يعني قالوا، بعدين رجعت كتبت تقرير مرة تانية، كتبت تقرير وأصريت يعني بجيتي لهون. الرفاق كانوا يقولوا مثلا تم بمناطق روجافا مشان الشغل بين المجتمع العربي، أجي يعني مناطق جبال كردستان. على هالأساس الرفاق اجوا بعدين ناقشوا معي، وعلى هالأساس بعتوني. على هالأساس هاد مثلا اجيت لهون، يعني كتقييم كشي مثلا أهداف، مثلا شغلات أنا حاطة قدامي، مثلا حلم، هدف لإلي، إنه مثلا الوحدة العربية، مثلا إنه الشعب العربي يكون واحد، مثلا ما نكون متقسمين 22 دولة. بالآلاف راحوا الضحايا بمناطق فلسطين وغزة وبجنوب لبنان بهالمناطق هاي. أما يقولوا 22 دولة، أما ما في شي، ما حدا تقدم، ما حدا حكي شي، يعني ولا حدا كأنه في قتل. يعني على الأساس ما كان في حدا يتقدم، يقول نحن راح مثلا بانضمامي هون، مثلا هدفي إنه يكون مثلا الوحدة العربية، مثلا بالبداية هدفي. يعني مناطق فلسطين مثلا وغزة هي المناطق اللي عانى فيها الشعب، عانى فيها لسنين كتيرة. مثلا عانى فيها الشعب لسنين كتيرة، يرجع الحق لها الشعب. الأرض اللي انسرقت منها الشعب ترجع له. وخصوصا مثلا بانضمامنا لحركة الحرية، مثلا لأنه الحركة هون، حركة الحرية مانا حركة مثلا عنصرية، مثلا مانا للشعب واحد، لأمة واحدة، مانا لهالشي. مثلا الحركة هي الإنسانية، وين ما موجود الظلم الحركة موجودة، وين ما موجود مثلا الظلم، مثلا القتل موجود، هالحركة موجودة مشان نصرة الظلم. هي الحركة ذاتها
الظلم مثلا، القتل موجود، هالحركة موجودة مشان نصرة الظلم، حركة موجودة مشان نصرة الظلم. مثلا بهالقرن مثلا الحركة هي اللي المنقذ الوحيد عن العالم. مثلا بهالقرن مثلا الحركة هي اللي المنقذ الوحيد عن العالم. مثلا بهالقرن مثلا الحركة هي اللي المنقذ الوحيد عن العالم. لحد الآن مثلا فكر القائد يعني إذا العالم ما طبقه بشكل عام، العالم بشكل عام، إذا ما طبق فكر وفلسفة القائد يعني الدنيا في نهايتها قريبة يعني من الرأسمالية الاستهلاكي اللي عم يصير، مثلا الكوكب كيف عم يخرب، كوكب الأرض الإنسانية كيف عم تصير، يعني على أساس يعني الإنسان يتحول لشي تاني. أما بفكر وفلسفة القائد، إنسان بيرجع لأساسه، بيرجع لأصله، بيرجع لجوهره، بيرجع لجوهر الإنسانية. يعني على الأساس. إذا في الفيديو الأول المصدر كان وكالة هوار نيوز التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي التابع لحزب العمال الكردستاني، مشان تكون الأمور واضحة. وشفنا في الفيديو صور المقاتل ويعني بصوته يعني قليل من كلامه بيحكي باللغة العربية. وفي كمان أنا مشان الوقت يعني ما نشرت كلام والد ووالدة المقاتل خبات تركمان، واكتفيت بجزء من كلام شقيقه اللي بيحكي فيه عن مواليد المقاتل خبات تركمان. هذا كان وكالة يعني المصدر وكالة حوار نيوز التابعة للإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي، يعني إحدى التفريخات الإعلامية التابعة لهذه الإدارة، والنسخة المعدلة عن وكالة فرات نيوز. وكالة فرات نيوز الفيديو اللي انتم شفتوه كمان فيديو أكثر تفصيلي، أوسع وأكثر تفصيلي، في مقاطع فيديو باللغة العربية لخبات تركمان وباللغة الكردية. لكن في اللغة العربية المقطع الفيديو اللي أنا ما حطيت كردي لأنه أصلا الموضوع يعني عربي. شوفوا يعني طفل، مش طفل لنقول شاب في بداية عمره، يعني ثقافته متواضعة، بيحكي وبينظر مسألة العائلة والرأسمالية والكلام الكبير، وبيحكي عن سبب انتسابه للحزب العمال الكردستاني الوحدة العربية، مشان يحقق الوحدة بين 21 22 دولة عربية راح انتسب لحزب العمال الكردستاني. ومسار انتسابه لهذا الحزب هو يعني وصل إلى مناطق جبال قنديل وإلى مناطق سيطرة حزب العمال الكردستاني في زاب عبر قسد. إذا القسد عبارة عن كوريدور يوصل الشمال السوري أو شرق الفرات أو غرب الفرات أو مناطق تواجد قسد. وهذا الكوريدور، هذا النفق الذي يوصل هذه المنطقة بجبال قنديل، والأمريكيين والأوروبيين يعرفون ذلك وما بيهمون. طبعا هلا راح يطلع لي عهد الهندي او تمر الهندي او ما في راس قصاص ويبرر الموضوع، يعني يحاولوا يبرروا هذا الموضوع او يهاجموا او كذا، يعني ما في شيء يغطي على انه هي جريمة انه تجنيد طفل، جريمة كذب على الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي. من يبرر كل يعني هل المشهد هذا، هل الجرم هذا
هو منتفع يعني مستفيد من وراء الجهة المتسببة في هذا الجرم، كان من كان يعني حزب سياسي، شخص إعلامي، شخص عادي، هو مستفيد، خاصة يعني إذا كان سياسي أو إعلامي أو ما شابه هذا متورط، اللي بيغطي على جريمة حرب تجنيد الأطفال. جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. هذا الرجل فقد حياته في عمر 24، لكن جرى تجنيده في عمر 16. في جزء يعني يعني هي أبسط محقق يتناول هذه الفيديوهات وبيحط المواد الإعلامية قدامه، وراح يصل إلى هذه النتيجة، أنه الولد تم تجنيده في عمر 16، والزج به في المعارك ضد داعش، ضد أي تكوين عسكري آخر، ميليشيا متطرفة إرهابية، طفل. على الجبهة الداعشية كان في أطفال، على الجبهة القسادية في أطفال، قولا واحدا. ويعني واضح الكلام باللغة العربية واضح. إذا هذا الكوريدور الواصل بين شرق الفرات يرأس هذا الكوريدور شكليا مظلوم عبدي. مظلوم عبدي يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية والعسكرية لتجنيد هذا الطفل والأخذ به إلى كردستان العراق. وما حدا بيعرف يعني كيف ظروف فقدان هذا الرجل، لأنه إعلام عم يكذب، إعلام عم يخفي مواليد هذا المقاتل. يعني لماذا يعني تخفون مواليد هذا المقاتل؟ خلاص يعني بعمر 24 سنة أنتم بإمكانكم تكذبوا وتقولوا انتسب لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني ما بعرف شو في عمر 19 سنة. وارد يعني، بس ليش؟ لأنه إذا بترجعوا للمواقع والبيانات كلها، يعني حزب العمال الكردستاني كان يذكر مواليد المقاتلين في الثمانينات والتسعينات، وحتى قبل يعني سنوات. الآن صار يحذف منعا للمتابعة، لأنه بحسبة بسيطة وبمقاربة بسيطة راح يظهر لدى أي مراقب سياسي أو عسكري أو قانوني أو حقوقي أنه كم مهول من المقاتلين الذين يفقدون حياتهم جرى تجنيدهم داخل حزب العمال الكردستاني في سن مبكرة، وفي سن يعني الأحداث والقُصّر، في سن الأطفال، السن المحرم يعني. لذلك حزب العمال الكردستاني يحذف المواليد. طبعا الإعلام اللي بيكذب في هيك قصص يعني بإمكانه أن يفبرك قصة لوفاة هذا الفتى العربي السوري التركماني يعني في مناطق كردستان. يعني شفتوا كلامه، يا الله يرحمه يعني، ويصبر أهله، والدته ويعني ووالدته يعني. فأنا هنا لا أنكئ الجراح، أنا هنا أحاول تثبيت جريمة بحق أطفال، قُصّر أحداث. ليس فقط حزب العمال الكردستاني يعني المتورط والضالع، بل قوات سوريا الديمقراطية أيضا ضالعة في الجريمة. والممثلين اللي هون ما مين يعني عبد الكريم عمر غيروه يعني شالوه. إلهام أحمد جاي هلا صايرة وزيرة خارجية وعلاقات خارجية، ينبغي أن تظهر أمام الرأي العام وتبرر أو تفسر هذا السلوك المشين أخلاقيا وقانونيا وسياسيا. تفضلي يا أستاذ إلهام أحمد مسؤولة العلاقات الخارجية، فسري للرأي العام ما هو موجود ومنشور في حزب في المصادر الإعلامية لحزبك عن هذه حادثة، هذه قطرة من محيط من جرائم تجنيد الأطفال بحق الكرد، أطفال الكرد، أطفال العرب، وربما يعني لاحقا تظهر جرائم تجنيد مش بس الإيزيديين، حتى السريان والأشوريين أيضا.
كلام يعني عملية غسل الدماغ. كيف يتحدث عن فكر القائد، فكر القائد الذي يدرس في قسد، في الأكاديميات والمدارس العسكرية لقسد، وفكر القائد اللي خلاه يعني الرجل يعني المقاتل بيحكي انه الرفاق. اذا عندما يتحدث عن الرفاق وحركة الحرية وفي قسد، هو يقصد حزب العمال الكردستاني. واضح يعني هل التوصيفات حركة الحرية يعني قسد ما بتقول عن نفسها حركة الحرية. مين بيحكي عن حاله ويصف نفسه بحركة الحرية؟ حزب العمال الكردستاني. فهذا الفتى عندما يأتي على ذكر كوادر الحزب وكذا والمسائل هي في مناطق منبج ومناطق تل أبيض والرقة، فهو يعني الكوادر الأجنبية، الكوادر الكردية التركية، الكوادر التي أتت من قنديل في أعوام يعني 2016 و2018 و2019 وحتى هذه اللحظة. عدا عن ذلك يعني كيف جرى، يعني أحيانا نرى ونستغرب من بعض الكرد يعني كيف هذا الولاء الأعمى والطاعة العمياء. يعني في يوم من الأيام يعني أنا في عمر هذا الفتى أنا كمان كنت ضمن حزب العمال الكردستاني. أنا كمان كنت ناشط ضمن، يعني ناشط مدني عسكري، مش عفوا يعني ناشط مدني مش عسكري. لم أمارس العمل العسكري. في هذاك الوقت أنا كمان كنت بقرأ كتب أوجلان وأدبيات الحزب ومهووس ومفتون بهالتنظيم النموذجي والملائكي والمثالي. ولكن فيما بعد عندما بدأت عملية المراجعة يعني تبين لي حجم الجهل الذي كنت أتلقاه من هذا الحزب، كي أنقاد إلى سياساته وممارساته وسلوكياته بالطريقة التي ينقاد إليها الكثير من الشباب المغرر بهم. أنا في يوم من الأيام أيضا كنت من المغرر بهم في هذا الحزب، وحتى فترة متأخرة أيضا. يعني نفس أي يعني أي مرض مزمن وعضال عندما يتعافى الإنسان منه تبقى الآثار يعني موجودة ونحن بحاجة إلى فترة زمنية طويلة حتى نتعافى من طاعون وكوليرا حزب العمال الكردستاني. على الصعيد الشخصي عم أقول، وأعتقد يعني على الصعيد الاجتماعي كمان. فنفس هذا الطاعون موجود في الأوساط العربية، في الجماعات التكفيرية الراديكالية الإرهابية التي تتخذ من الدين ويعني شيء بيشبه جماعة الحشاشين اللي تصور لهم الجنة والحياة المثالية والعالم. شوفوا الشاب شو بيقول، يعني بيقول إنه إذا العالم لم يعني يلتزم بفكر القائد فإنه نهاية العالم وشيكة، نهاية العالم لهذه الدرجة. وبيقول يعني مهما حاولنا لن نفهمها، يعني لن نصل إلى فهم فكر القائد. نحن نحاول. طبعا هذه ديباجة معروفة ضمن أوساط حزب العمال الكردستاني، أنه يستحيل أن تفهم القائد. يستحيل، لأنه القائد فوق الفهم، فوق النقد، فوق كل شيء، فوق الوعي. أنت تحاول أن تفهم القائد، ما ماهية الفكر القائد. هكذا يتم تدجين وإخصاء العقول داخل حزب العمال الكردستاني. وهذا الفتى يعني اللي فقد حياته هو عبارة عن ضحية، ضحية هذه الماكينة المهولة التي تخصي العقول والإرادة وتقدم هؤلاء هؤلاء الشباب والفتيات على مذبح الحروب العبثية التي لا طائل منها غير زيادة أرقام الضحايا من قتلى أو معاقين أو يعني أو أي شيء. بس يعني مجرد التذكير في الهيئة، التدقيق في طريقة الكلام والمبالغات الموجودة في هذا باللغة العربية، دعكم من اللغة الكردية. يعني يعني سيتبين لكم
الطريقة البشعة التي يصار فيها إلى تلقين هؤلاء الشباب وتحريض على أي عملية. يعني ممكن يطلبوا منه يروح يقتل أبوه بيقتل. هذا خبط تركمان هوشانغ أوسي خائن عميل متآمر إمبريالي زئبقي انبطاحي دولاري قطري تركي أردوغاني تصرف معه. هذا المسكين بيكون معبأ بكل الشحنة والحمولة والنفس العدواني والكراهية، بيروح يعني بيشوف الطريقة المثلى لإسكات هوشانغ أو غير هوشانغ من الذين ينتقدون حزب العمال الكردستاني. مش بس يعني في كثير من الحوادث أنه الأب قتل والده أو قتل شقيقه لكي يرضي الحزب، لكي يبقى الحزب راضيا عن هذا الفتى أنه أنت الكادر المثالي، أنت الطليعي، أنت الثوري، أنت تابع للحزب ولست للعائلة ولست للعشيرة ولست للقومية ولست كذا كذا كذا. هذه هي التربية الحقيقية التي تفرغ عبيد يعني مسلوبي الإرادة والوعي ومعبئين بالسيستم الأيديولوجية التي تحول الإنسان اللي خلقوا الإنسان في أحسن تقويم، لكن يحوله حزب العمال الكردستاني ببروردته بتدريباته بكتبه بإعلامه بمثقفيه إلى أسوأ تقويم، إلى شخص متوحش عدواني إرهابي كاره لنفسه وللآخرين، وبيشوف أنه إذا العالم لم يطبق فلسفة القائد عبد الله أوجلان فإن العالم يقترب من نهايته. شوفوا العالم الاستهلاكي والرأسمالية، وفكر القائد يدعونا إلى المثالية والنموذجية هذا المقاتل لا يعرف أنه القائد في سوريا شو كان عم يساوي. يعيش حياة هارون الرشيد، يتجول في المناطق السياحية في سوريا، يعيش تحت دعم ورحمة ورعاية نظام البعث الفاشل اللي بيحكي عنه في كلامه. واللافت انه حزب العمال الكردستاني كل المقاتلين يعني مسألة الأرشفة بيصوروهم وبيحكوا فيديو وبيحكوا عن حالهم، وبعدين إذا فقدوا حياتهم بطريقة أو بأخرى بيطلعوا هذا الفيديو من الأرشيف ويوظفوه للدعاية الإعلامية. إذا المقاتل في حزب العمال الكردستاني يتم توظيفه واستثماره في حياته وفي موته على الحالتين، حالة الاستغلال المعنوي والجسدي والنفسي التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني لمقاتليه. بالمحصلة أي شخص مثقف سياسي كادر ما يعني فلندعه شنغوسي جانبا. يعني أتمنى وآمل مناقشة هذه المعطيات، هذه المصادر، هذه المعلومات، هذه الفيديوهات اللي يعني منشورة في إعلام حزب العمال الكردستاني. ويعني مصدري هنا وفي الأغلب مصدري ليست يعني الإعلام التركي أو على الأغلب يعني دائما أحاول أو غالبا أحاول أن تكون المصادر إعلام وكتب وأدبيات وأرشيف حزب العمال الكردستاني. أنتقد باللغة الكردية لأنه الآن يعني الكثير من الكرد سيعاتبونني، بخاصة يعني أكراد تركيا، أنه طيب نحن ما فهمنا شيء من كلامك، لازم يكون في فيديو معادل باللغة الكردية أيضا حول هذا الموضوع. وأنا بصراحة يعني ما عندي هذا الوقت اللي يعني أنا مش متفرغ على طول. لو أتفرغ لحزب العمال الكردستاني لكان الموضوع يعني له مجال آخر وسياق آخر، لكن بين الفينة والأخرى لا يمنع
يعني أن أقدم لكم باللغة العربية فيديو يتضمن محتوى نقدي موثق بالمعلومة وبالمصادر. حتى موضوع آخر، دمتم بخير.